ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. حابب اتكلم معاكم عن هالك او الرجل الاخضر. حابب اتكلم معاكم عن شخصية خيالية كانت منتشرة في الستينات على غلاف مجلات مارفل، وهي هالك او الرجل الاخضر. بدأ كمسلسل تلفزيوني من سنة 78 لحد سنة 82، واللي كان مثله بيل بيكسبي. كان طالع بدور دكتور بانر، وبطل كمال الأجسام المعروف لو فيريجنو في دور هالك. بالمناسبة أنا بحب المسلسل ده لأنه واقعي قبل السي جي آي والجرافيكس، ومش كده وبس، ده حقق نجاح على مستوى العالم كله. والصراحة المسلسل ده بيفكرني بحاجة مهمة أوي. لما الواحد بيبقى ماشي في الشارع وبيلاقي زحمة كده في المرور والناس بتتخانق مع بعضها، بيبقى عايز يقلب هالك حرفيا بمعنى الكلمة. طيب ايه هي قصة المسلسل؟ أحداثه بتدور حوالين عالم فيزيائي اتقلبت بيه العربية هو ومراته، معرفش ينقذها بسبب جسمه الرفيع، فاكتشف نوع إشاعة اسمها أشعة جاما، وبيجربها على نفسه. فلما بيغضب جسمه بيبقى ضخم ولون بشرته أخضر، وبينتقم من أي حد بيعتدي عليه. في نفس الوقت بيحصل انفجار في المعمل بتاعه، والسلطات بتعتبره ميت رسميا. في صحفيين بقى بيشوفوه فبيجروا ورا الدكتور ديفيد يعني، وهو مش عايز يقابل اي صحفي كمان، فبيحاول يهرب منهم. يعني تخيلوا كده الصحفيين كده هم عمالين يغلسوا عليه وعمالين يجروا وراه. كمان بيحاول ان هو يكتشف دواء يرجعه لصورته الطبيعية. بالمناسبة فيلم هولك ظهر بعد كده في سنة 2003 وسنة 2008، وظهر بعد كده في افنجرز او المنتقمون والسلاسل بتاعتها. لاعب كمال الأجسام لو فيريجنو الأنسب للشخصية عمل صوت الرجل الأخضر في كرتون في التسعينات وفيلم 2008. الرجل الأخضر ميكس ملوش حل، عنده قدرات جبارة، بيقدر يكون سريع، يطير لأماكن ومجرات مختلفة، يتنفس تحت المية بأنه يضغط على الرئة بتاعته. الأغرب بجد اللي محدش مصدقه إنه بيقدر يشوف الأشباح. وبس كده، ده اللي حبيت أقوله عن شخصية هالك أو الرجل الأخضر. شكرا جدا، واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة، السلام.